صحيح أن صدمة الجزائريين كانت كبيرة بأداء ونتائج المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا بالغابون، حيث جمع الخضر نقطة وحيدة من مباراتين ورهنوا حظوظهم بشكل كبير في بلوغ الدور الثاني. لكن هذا لم يمنع بعض اللاعبين من ترك انطباعات طيبة إلى غاية الآن، والأمر يتعلق بربي بن سبعيني وسفيان حني. مدافع نادي رانا الفرنسي الذي وجد نفسه أساسيا في أول دورة كروية من المستوى العالي أثبت أنه العنصر الذي يبحث عنه المنتخب الوطني منذ ابتعاد الثلاثي بوقرة عن طريق يحيى ورفيق حليش، مثبتا أن مستقبلا ظاهرا ينتظره في حال واصل على هذا المنوال. خريج مدرسة نادي بارادو نال تقدير المتتبعين والجمهور الجزائري الذي اكتشف فيه المدافع الفذ الرزين والقوي رغم صغر سنه وحدثة عهده بالمنتخب الوطني الأول، ليكسب العديد من النقاط على حساب بقية زملائه في الخط الخلفي وعلى حساب غلام وماندي اللذين كانا بعيدين عن مستواهما في مواجهتي زيمبابوي وتونس. الوجه الثاني الذي نجا من انتقادات الجمهور هو المهاجم سفيان حني الذي لم يحظى بفرصته كاملة رغم أنه يعتبر من أبرز نجوم الدوري البلجيكي، حيث تألق بشكل لافت خلال الدقائق المعدودة التي لعبها في المباراة الثانية أمام تونس، وسجل هدفا رائعا في الوقت بدل الضائع، وهو ما كان كافيا ليفتح جبهة كبيرة من الانتقادات على الناخب الوطني جورج ليكانس لعدم اعتماده على نجم أوندرليخت وإبقائه في كرسي الاحتياط في وقت عانى فيه الهجوم الأمرين خصوصا في المباراة الثانية. ليبقى الدفع بحني من البداية في المواجهة المصيرية أمام السنغال أمر أكثر من حتم لإنعاش القاطرة الأمامية، ويبقى الأكيد أنه رغم الصدمة التي تركها المردود الباهت لأسماء انتظر منها الجمهور الجزائري الكثير بل واعتقد أنها قادرة على إهداء الجزائر النجمة الثانية، لكن بن سبعيني وحني فاجأ الجميع وأثبت أن مقولة يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر تنطبق عليهما. إذا مقولة يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. ربح مجار، كنت تكلمت أنت على هني، أيضا تكلمنا في العديد من المرات فيما سبق، وكان حتى علي بن شيخ تكلم على كل من هني وبن سبعيني خريج مدرسة بارادو اللي كان من بين لي ساتيسفاكسيون تاع هاد لاكوب دافريك لي دو جوار هادو، رغم انه هني ما لعبش كثير ولكن دخوله اعطى شويه حيويه لهجوم المنتخب. على كل حال شوف مش ما نقولوش غير السلبيات. نعم، كنت بن سبعيني خرج من أكاديمية البارادو وهذه مفخرة للجزائريين. تكلمنا على هني أنا وعلي وحتى التشكيلة المثالية اللي طلب منها محمد، أعطينا التشكيلة تاعنا ودرنا هني في تشكيلة أساسي. لأن علاش؟ حتى قبل المباراة هنا علي بن شيخ لما قلنا له غزال أساسي كان أكد قال أنا لو جات لي لو كان لعب هني أحسن، لأن هني يلعب كرة تقنية يوالم لمباراة تونس. يعني امام تونس ما كانش هذاك الاندفاع البدني الكبير كما نشوفوا مع الفرق او المنتخبات الافريقيه، لهذا تكلمنا على هني وقلنا نتمنى نشوفوا هني اساسي، ولكن القرار الاخير للمدرب او النخب المنتخب الوطني الجزائري لاعب غزال الذي لم يعطي اي شيء، وشفنا دخول هني غير تماما اسلوب المباراه وسجل هدف، يعني هدف ممتاز جدا. ولكن القرارات دائما ترجع الى المدرب، وحنا يعني كما يقولوا الكلام تاعنا المتواضع ممكن نساعدوا المدرب، ولكن للاسف كانت خساره كبيره امام المنتخب الوطني. في الامور الايجابيه علي بن شيخ كل من بن سبعيني وهني كانوا كمان اكتشاف هذه الدوره بالنسبه للجزائر. هل نقدروا نقولوا رغم لي شك حتى وما نمروش الى الدور الثاني نقدروا نقولوا بلي ربحنا مهاجم وربحنا ايضا مدافع كان قادر يكون احسن في هذه الدوره لو لعبناه من قبل؟ لا تقول لك اكتشفنا هكذا، احنا اكتشفناهم صافي لونطون صافي لونطون. اللي ما كشفوش هادو اللي راهم تما قاعدين يدوروا وياكلوا ويونطرينيو ويجريوا مع لي جوار مانيش عارف. تتكلم على الستاف؟ ما نحبش نقول كاع الكلمه هذه، لا خاطرش سي با نورمال كيف دي جوار هكذايا ما يسقيو لهمش لا سيليكسيون. هني سي سامبل كان ميور جوار من بلجيك، كابيتان ديكيب تاع اندرلك، ماركا 9 بيت. واش تحبوا تزيدوا هذا يخرج لكم كي ميسي؟ قيسوا برك، مي راه لاباس جيبوه نشوفوه. احنا واش كنا نطلبوا؟ عطيونا نشوفوا اللعب كي تجيبوه وتناقشوا معاه وتفاوضوا معاه وقيله وجاي وديروا لنا السيسبانس، تقول فيلم هذاك تاع السيسبانس او جاء او ما جاش او جاء، ومن بعد تقولوا لنا حتى هما جزائريين نقولوا لكم ايه باسكو ندخلوا في ديماغوجيا، ومن بعد كي يجي ما يلعبش.
فهمونا واش هذا الفوتبول تاع هذا القرن كيفاش الناس يتفونكسيوني. بالسبعيني مباشره كاس افريقيا ما لعبش. السبعيني لازم كنا نتكلموا عليه عندها 3 سنوات على هذوك لي ماتش اللي فاتوا. كي كان يلعب في مونبولي سييه نشوفوه نسورس كيشوفوه. يا كان ان و دو جوار تاع ليكيب اولمبيك ملاح جيبهم تسييهم في لي ماتش اميكو، تسييهم مع لي زوطو والسيشال. قلت لكم هذوك تاع البرونزاج برك ماهمش تاع البالون، فهمني؟ تسييهم نشوفوهم. رب الولد هذا يزيد يتبرفكسيونا، يزيد يمد اكثر. واش نعم بالك انت لي جوار هادو في تونس ولا 9 شهور كيما تاعنا برك اعطي لهم لا شونس بيان اونكادري بار ان ستاف اللي يعرف البالون. لا بروف سور لو بلان اورغانيزاسيونال ils étaient 1000 fois meilleurs. alors que احنا ما عندنا حتى اورغانيزاسيون. احنا المدرب بلاتي غير يهضر مع لا بريس ويحكي لنا او قال والله الهضره صدعنا. بصح انا حبيت ما يهضرش كيما راهي فاسي يسكت، بصح نشوفوا في التيران ان شيما تاكتيك. صح عليه. انتم اللي ما يهضرش قلتوا على ما يهضرش. عقول هذا هضر قلتوا عليه يهضر. لا يهضر بزاف، يهضر بزاف. احسن الامور اوسطها. يا رضوان ما تهدرش بزاف وما تسكتش بزاف. هذا الواحد هضر 2 كلام بصح في محلهم كلمه تروح للقلب ودير لي ان شيما. قال لكم على نيجيريا نروح نماركي 2 بيت. احنا رانا نشوفوا. انا ما نروحش للملاعب تاع كره القدم، مره على مره نشوف مباريات في التلفزيون في البطوله. وتكلمنا انا وعلي. انا في التلفزيون نكتشف لاعبين كبار. مثلا نعطيك مثال بسيط. لاعب اتحاد العاصمه راس لاغير سونترال هو اسمه غوسين غوشي عبد اللاوي لعب على المنتخب الاولمبيك. لاعب ممتاز. هذا مستقبل الكره الجزائريه. كيف هذا اللاعب ما يلعبش في الفريق الوطني؟ كيف ما يلعبش في الفريق الوطني؟ اعطيه لا شونس كيما عطيت بن سبعيني. ازيد اعطيه لا شونس. هذا اللاعب عنده امكانيات كبيره جدا. لازم من الان يجيبوه يحضروه في الفريق الوطني. هذا مستقبل الكره الجزائريه. هذا لو بو نشوف في التلفزيون. كاين لاعب بالخماسه ايضا في كثير من اللاعبين. لماذا جوستومون لا كيستيون كانت راح تروح لك رشيد؟ لماذا المنتخب الاولمبي هذا بعد 32 سنه راح للمنتخب، راح للاولمبياد وبعدها ما كاش حتى لاعب هو واحد، ما كاش واحد في المنتخب الاول على الاقل باش خير من دوكا. نيجيريا كاين 4 خير من دوكا دامورو. جوستومون هذه هي داخله في لا استراتيجيه راطي تاع الفيدراليه. اليوم الفيدراليه عندها اون برانسيب اون دي تي ان كي شارجي دو فار ما تكلمنيش على دي تي ان. هذيك لا دي تي ان تمد غير لي ديبلوم. هذيك ماهيش دي تي ان. اسمح لي باسكو كي تقول لي دي تي ان سي جيرار وي في فرنسا. دير لي دي تي ان باش تمد لي كاف ا كاف بي كاف سي 3 ايام يدو كافي جراحين. هذه ما تقوليش كي تقول لي دي تي ان طلع لي سخانه دي تي ان. اليوم يفو ريفوار كيما كنا نقولوا قبيل دو فونت اون كومبل هاد لورغانيزاسيون كاع دي فوتبول. انا برك حاب نفتح قوس باللي نقول لكم باللي هني في لا ليست تاع لي 31 اللي بعثوها معلول ما بعثوش اسمه. ما كانش ومن بعد il a fallu des inter il a fallu que la presse écrive ومن بعد قال لك نو سي اون اوميسيون. نو سو ني با اون اوميسيون. جو سوي ديزولي لو كان جات اون اوميسيون نعطيو ميساج. ما ينساوش تصويرته. غدوم داك كومونيكي في لا فيديراسيون قال لو بونوم اللي غلط il a été sanctionné. لا لو كان جات خطا في الاسم كما قالوا هما داروا لنا الصور تاع اللاعبين. ما ينساوش الاسم وجدوا ينساو التصويره. هذه سي بور لا غالري. معليش ديجا هني كانت يعني هنا علامه استفهام. لاعب كيما هذا كانوا حابين يستغنوا عنه. وزدنا قلنا باللي نعطيك على سبيل المثال. تفضل. جابوا ناخذوا اللاعب جابوا خرج من تري بال كوب دي موند دو بوت ليكسبيريونس اي تو سا. بعد تصريحه تقول كيف نحاول تصريحه دار تصريح هكذا صغير. اليوم من المفروض لو كان راهو اليوم جابوا اليوم كاينه اون سوليسيون في ليكيب ناسيونال. هو اليوم il peut prendre le maillot تاع meneur de jeu de cette équipe. تاع ما تديش لاعب كيما في الناصر 18 سنه اللي ما عنده حتى. انت اليوم باغ اكزومبل تبلي سالك واسمه طايدار بوست با بوست نجيبوا وليد مسلوب. وليد مسلوب الى لابيتيود دو جو اليتيراتي يا دونك يعني بور ريفونير ان بتي بو لهاد لي جوار. خلينا نبقاو في لي ساتيسفاكسيون رشيد. او ماشي في لي ساتيسفاكسيون. بيسيباني كنا تكلمنا عليه هنايا و سي تري امبورطون بور ان جون جوار اللي يلعب بور نابولو فار لا كومبيتيسيون افريكان مع ليكيب ناسيونال اون بروميير دو تيتولاريزاسيون. Il a prouvé qu'il reste une valeur très sûre du football algérien. يقدر يقدم اضافه. في هذا il faut vraiment l'encourager. الحاجه اللي ما شفناهاش رابح ماجير وعلي بن شيخ وايضا رشيد عباد اللي ما شفناهاش في المنتخب الوطني عكس المنتخب الوطني في السنوات الماضيه هو الروح القتاليه لدى المجموعه
نحاولوا نشاهدوا هذا في تقرير زميلنا رضوان عنان وين يتكلم على ما افتقده المنتخب الوطني في السنوات